يا شباب، القصة ما بدها لا مجاملة ولا حتى مقدمات. الأسعار بسوريا نار وكوى، والشغلة ما عاد ينسكت عنها بنوم. والله يلي عم يجي زيارة على البلد عم ينهد حيله ويحس حاله جاي على لاس فيغاس أو سنغافورة، مو الشام يلي تركها من 14 سنة. الأسعار بكل شيء غالية ومو محصورة بشيء معين، من المطاعم للأسواق لأجر البيوت للفنادق يلي وصلت بالليلة إلى 400 دولار. وما تنسوا كمان التلاعب بأسعار الصرف والسرقة على عينك يا تاجر. ولا معقول كمان كاسة الشاي بالمطار وصلت ال4 دولارات؟ المناقيش قصة ثانية ب10 دولارات بس، شو هي معجونة بمية الذهب؟ ولسه يا جماعة ما حكينا على أجار البيوت يلي صارت بالعلالي وأغلى من وسط لندن. بالله عليكم 1500 دولار آجار البيوت مو حرام؟ طيب كيف بدهم يرجعوا يلي عايشين بالمخيمات؟ يا عم اتركنا من اللي عايش بهالمخيمات وخلينا هلأ بيلي عايشين بتركيا مثلا. كيف بدهم يدفعوا هيك مبالغ إذا آجار البيت باسطنبول ما وصل ل 500 دولار؟ كل هالشي يا جماعة وراه شخص واحد اسمه التاجر الجشع. ما بطول السيرة يا شباب، ثورتنا ما انتهت، خلاصنا من هالنظام الهارب يلي عمل العمايل بالشعب من جوع وذل وقتل وتهجير. نحن لازم نعمل ثورة على كل حدا عم ياكل هالشعب، سواء برفع الأسعار أو محاربته بلقمة عيشه أو ظلمه بأي طريقة كانت. إذا نحن ما وقفنا مع بعض بعد كل شي صار فينا ورحمنا بعض، مين بدنا نستنى يجي ليحن علينا؟ وصلنا المرحلة إنه في بياعين على شكلك بيبيعوك، يعني إذا مرتب حالك شوي أنت راح البياع يفكرك جاي من برا وراح يكون لك سعر غير شكل. وإذا سوري وعايش بالبلد فالله يعينك، سعر غالي وراح بتحم قلبك بهالمفاصلة، يعني تفنن بالمعاملة والبيع. صحيح نحن تخلصنا من رأس الأفعى، لكن الجسد لسه بيتحرك ولسه العقول يلي تربت على نهج هالنظام البائد تمارس طقوس الاستغلال ولسه حافظين نفس الدرس. الوقوف ضد هاي الناس يا جماعة صار واجب علينا. وحتى انه هذا العبد الله من كم يوم الصحفي الحر اطلق صرخة مدوية من قلب الشام عن جنون هالاسعار يلي ما عاد يحتمل، ولازم كلياتنا نوقف مع هالصرخة. التلاعب بالأسعار يا جماعة وصل لدرجة مقرفة. ارتفاع الأسعار الجنوني وصل لدرجة ممكن حدا يتقبلها. ارتفاع بأسعار العقارات، بأجارات البيوت، بالمطاعم، بالكافيهات، بأسعار المواد الأساسية. بتلاقوا كل محل عم بيع غير المحل اللي قبله. يا جماعة في ملايين من هالناس عم يفكروا بالرجعة لهالبلد، بس الحسابات وغلاء الأسعار سواء بالعقارات أو السلع عم يخليهم يفكروا كتير، وأحيانا يبطلوا يرجعوا بسبب هالشي. بنتمنى نحن من حكومتنا الرشيدة إنها تقوم بواجباتها تجاه الانفلات السعري يلي صاير بهالبلد، وتلزم البياعين بوضع سعر حقيقي ومنطقي لكل سلعة، وتفعيل حماية المستهلك وأرقام للشكاوي تكون حقيقية تعالج المشاكل بكل جدية وحزم، لأن صار الوضع خارج عن السيطرة. وسلام.